اهلا بيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بالف خير. شايف الصوره اللي قدامك دي؟ الصوره دي هي نتيجه سيرفي اتعمل على اكتر من 1000 شركه عالميه بيمثلوا 14 مليون موظف. ايه هي بقى السيرفي ده؟ السيرفي ده اتعمل على ايه اكتر المهارات المطلوبه حاليا للتوظيف في سوق العمل، ودول كانت اكتر المهارات المطلوبه اللي كل واحد فينا لازم يشتغل عليها. بس ركز معايا كده في اول رقم عندك او اول مهاره مطلوبه، ايه هي؟ الاناليتيك ثينكينج او التفكير التحليلي. يعني ايه تفكير تحليلي؟ يعني افكر بشكل منطقي، اربط المعلومات بشكل سليم، احل المشاكل بطريقه واقعيه، الاقي حلول للمشاكل اللي انا وقعت فيها او البيزنس موجود فيها. وعشان كده المهارة دي مطلوبة بشكل كبير جدًا، لإن نادرًا لمّا تلاقي حد أصلًا عنده المهارة دي بشكل حلو وكويس، وقادر فعلًا إنه يبقى عنده الmindset بتاعة التفكير التحليلي أو الanalytic thinking. ومن أهم المجالات المطلوبة أو الموجودة حاليًا اللي تقدر تكسبك فعلًا التفكير التحليلي أو الanalytic thinking هو مجال تحليل البيانات الdata analysis. data analysis يا شباب من أكتر المجالات حاليًا أصلًا اللي already مطلوبة في سوق العمل، ومن أهمها أو المهارات المندرجة تحتها هو إنك تعرف إزاي تفكّر. لإن الموضوع مش مجرد إن إحنا بنفكّر أو بنعمل dashboard، لأ، أنت إزاي بتبُص للأرقام بطريقة مختلفة، إزاي تحل المشاكل، إزاي العوامل المؤثرة في الdata بتاعتك تبُص لها بشكل مختلف، الأرقام اللي زادت، الفروع اللي قلّت فيها المبيعات، نعرف المؤثرات بتاعتها إيه. نشوف كل الكلام ده، نحل المشاكل بطريقة واقعية، نبُص للdata مش مجرد أرقام، لأ، إحنا نبُص لها كKPIs، نشوف هل الأرقام دي تقدر تفيدنا بشكل عامل إزاي. وعشان كده مجال تحليل البيانات يعتبر تمرين يومي لعقلك، لأنه مش مجرد مجال تقدر إن أنت تعدّيه مرور الكرام. عشان كده إحنا عملنا لكم دورة مهمة جدًا موجودة دلوقتي على Udemy for free، تقدر تشترك فيها مدى الحياة، هي الفترة محدودة فالحق اشترك فيها. ولو حابب إن أنت تشترك وتطوّر نفسك أكتر في مجال تحليل البيانات والanalytic thinking والتحليل التفكيري، وتبدأ تنفّذ مشاريع بنفسك وأبقى معاك خطوة بخطوة، في دورات تفاعلية حاليًا موجودة، ابعت لنا على رقم الواتساب اللي ظاهر قدامك ده، وإحنا هنبعت لك كل التفاصيل.